تخيل معايا في حيوانات بتبني قصور بالطين، مدن سرية كاملة تحت الأرض، وعمارات كاملة من القش. وحيوانات تانية بقت مهندسين معماريين من غير ما تروح كلية الهندسة حتى. يلا بينا نشوف أغرب بيوت في عالم الحيوان. يلا بينا. يلا بينا. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول، ونصلي على النبي ويلا بينا. القنادس واحدة من أكبر أنواع القوارض في العالم، وزنها بيتراوح ما بين 45 ل 60 رطل، يعني حوالي 20 ل 30 كيلو. والقنادس زي باقي القوارض أسنانها عمرها ما بتقف عن النمو، وعلشان كده دايما تلاقيهم قاعدين يقرضوا في الخشب، مش بس علشان أسنانهم ما تطولش، لكن كمان علشان يبنوا بيها السدود المشهورة بتاعتهم. طب لفت انتباهك قبل كده إن أسنان القندس لونها برتقالي؟ ده مش قلة نظافة على فكرة، وده لأن جسمهم بيضخ الحديد بكميات كبيرة في مينا الأسنان، وده اللي بيخليها قوية جدا وفي نفس الوقت يخلي لونها برتقالي. نيجي بقى للسدود. القنادس بتجمع جذوع الشجر والعصي وتعمل بيها سدود تسد بيها مجاري المية، وبكده تتكون بركة كبيرة. البركة دي بقى بتحميهم من الحيوانات المفترسة وبتديهم وصول سهل للنباتات اللي بيحبوا ياكلوها طول السنة. القنادس بتعيش جوه أكواخ خشبية في قلب السد. الأكواخ ديت معمولة زي فقاعات صغيرة تحت المية، وليها مداخل سرية، وبتسع عيلة القنادس كلها. والقنادس مش بس بتبني علشان نفسها، دي كائنات بتأثر في البيئة كلها، بيعملوا برك جديدة وبيغيروا شكل المناظر الطبيعية حواليهم بالكامل، وكل ده بشغل شاق سنة ورا سنة، وهم بيصلحوا ويزودوا في السدود بتاعتهم. وعلى فكرة، في كندا في مستعمرة قنادس كانت مشغولة جدا لدرجة إنها بنت أكبر سد في العالم، طوله وصل لحوالي 3000 قدم. حاجة أسطورية مش كده؟ وندخل دلوقتي بقى على رقم 9، النمل الأبيض. في أنواع كتير من النمل الأبيض، والغريب إن في شوية منهم المفروض ياخدوا شهادة هندسة معمارية من كتر ما هم عباقرة في البناء. خد عندك مثلا النمل الأبيض البصلي الموجود في شمال أستراليا. النوع ده بيبني أعشاش ضخمة جدا على شكل وتد، والوتد ده بيكون متوجه دايما من الشمال للجنوب. طب ليه الاتجاه ده بالذات؟ علشان ينظموا الحرارة. الجهة الشرقية والجهة الغربية من العش بتتعرض للشمس الصبح وبالليل، أما وقت الظهر لما الشمس بتبقى في أشد حرارتها، شكل العش بالطريقة دي بيقلل امتصاص الحرارة ويمنع المكان من السخونة الزايدة. الغريب بقى إن الأعشاش دي ساعات تلاقيها متجمعة في أماكن شكلها مرعب، تديك إحساس كأنك واقف وسط مقابر وعندك قرايبهم التانيين. النمل الأبيض الكاتدرائي، وتسمى كده لأنه بيعمل هياكل عملاقة شبه الكاتدرائيات، ممكن توصل لارتفاع أكتر من 15 قدم، والنوع ده بيعيش في شمال أستراليا برضه. والأجمد من كده إن الأعشاش ديت معمولة من تربة أستراليا الحمراء، ومعاها خشب ممدوغ بلعابهم، وكمان الروث بتاعهم، يعني شغل بناء على أصوله بس بخامات طبيعية 100%. والموضوع مش بيقف عند اللي فوق الأرض بس، دي المستعمرات بتاعتهم بتمتد لأفدنة كاملة تحت الأرض. وبعض أنواع النمل الأبيض عندهم حاجة غريبة جدا، بيزرعوا جوه بيوتهم حدائق فطريات خاصة بيهم. ودلوقتي هنروح لأغرب مهندسين معانا النهاردة، النساجين الاجتماعيين، ودول موجودين في صحاري نبيب وكالهاري بأفريقيا، ودودين جدا مع جماعتهم، وبيشتهروا انهم بيبنوا اعشاش جماعيه ضخمه جدا، بعضها يعتبر من اكبر الاعشاش في العالم كله. الاعشاش دي حجمها ضخم لدرجه انها ممكن توصل لوزن طن كامل، وضخامتها دي مع تقارب الطيور مع بعض بتساعدهم يحموا نفسهم من درجات الحراره المتقلبه في الصحراء. العش الواحد بيكون زي عماره سكنيه للطيور، جواه غرف تعشيش فرديه ممكن تكفي ل 100 زوج او اكتر من النساجين. كل زوج بيهتم ببيته الخاص ونفق المدخل بتاعه، ومع انضمام ازواج جديده بيزودوا على الهيكل الكبير للعش. وعلى عكس النساجين التانيين اللي بيعتمدوا على النسيج، النساج الاجتماعي بيشتغل اكتر بالقش، وعلشان كده اعشاشهم الكبيره شكلها بيبقى شبه اكواخ باسقف مائله مخصوصه علشان تصرف ميه المطر. والاغرب انهم ساعات بيبنوا اعشاشهم على اعمده الكهرباء، وده ممكن يسبب انقطاع التيار الكهربي للبشر اللي عايشين حواليهم. لكن مش بس البشر اللي بيعانوا منهم، المفترسات كمان بتلاقي مشاكل كتيره جدا من النساجين، لان النساجين دول بيحطوا عصيان حاده بشكل تكتيكي حوالين العش، فاي حيوان غريب بيحاول ان هو يقرب يلاقي نفسه واخد مفاجاه مؤلمه جدا. طائر البلو بيرد في جلوب، الموطن الاصلي بتاعه غينيا الجديده، بس الطائر ده مش بيعرض نفسه زي باقي اصحابه من الطيور، يعني لا غنى ولا رأس، لا خالص. الواد المهندس ده عنده اسلوب تاني خالص، بيبني لنفسه عرشه على الارض، شكلها عامل زي كهف معمول من عيدان خشب، ويفضل يزينها بالزهور والتوت وكل حاجة ملونة يلاقيها. العشة دي مش عشة حقيقي علشان يربي فيه صغاره، دي أشبه بمعرض فني مخصص للعرسان اللي ممكن يتقدموا. ولأن الطائر دوت لونه بني كده وما عندوش ريش مبهر زي الباقي البلو بيردز، فلازم يعوض ده بطريقة تانية. طب يعمل إيه؟ تلاقيه دايما مجدد في الديكور بتاعه، بيحاول يكسب جيرانه في المنافسة،
وأيوه في منهم اللي ممكن يسرق أجمد قطعة من عند جيرانه لو لقاه بس مش واخد باله. وساعات المجموعات بتاعتهم بتكبر وبتوصل لدرجة إنهم يلموا قمامة بشرية زي قطع بلاستيك ملونة، لدرجة إنك تحسهم فنانين أكتر من كونهم طيور. طائر الحباك، طائر الحباك زي كتير من الطيور، الطائر ده بيعيش وسط فروع الأشجار الشائكة وبيعيش في مناطق الهند وجنوب شرق آسيا، وأكتر وقت بيتجمعوا فيه هو موسم الرياح الموسمية. لما يجي وقت التكاثر ساعتها بيتجمعوا في مجموعات من 20 ل 30 طائر ويبنوا أحياء كاملة ومعقدة مع بعض قريبة من الأكل والمية ومواد البناء. الأعشاش دي بتتعمل من شرائح شجر الأكاسيا وأوراق النخيل وتبقى مدلية كده من فوق، وفيها غرفة تعشيش في النص وكمان نفق طويل هو مدخل العش. واللي يجنن بقى ان الذكر لما بيخلص العش نص نص يقعد يتأرجح منه علشان يعرض نفسه للأنثى. انتوا فاهمين بقى؟ وكل ما العش يبقى شكله أرقى ومبهر كل ما فرصته تزيد انه يلاقي شريكة حياته. يا مزاجك العالي. وعلى فكرة الموضوع مش سهل خالص، العش الواحد بياخد من الطائر حوالي 500 رحلة كاملة علشان يجيب مواد البناء، غير ان عملية النسج نفسها محتاجة مهارة عالية جدا ومناقير قوية بشكل استثنائي. بس لحسن الحظ الطائر الجميل ده عنده الاتنين، المهارة والقوة. طائر الفران الأحمر، الطائر ده من أمريكا الجنوبية وملقب بالمهندس المعماري الريشي، واسمه جاي من شكل أعشاش اللي فعلا بتشبه أفران الطين القديمة. العش بيتبني من آلاف حبيبات الطين ولونه وشكله بالظبط زي الفرن الطيني البدائي، وساعات كمان تلاقي الأعشاش متكومة فوق بعض. الهيكل شبه المقفول للعش بيحمي الطائر من الحيوانات المفترسة. والمثير بقى إن لما الزوج اللي ساكن العش يسيبه طيور تانية مختلفة هي اللي بتسكن مكانه، كأنه عقار آمن ومكان مريح جاهز للسكن. العش معمول بجدران سميكة ومنحنية بتمتد بشكل حلزوني لحد ما توصل لغرفة داخلية. الغرفة دي هي اللي بتحط فيها الأنثى البيض، والغرفة محمية بجدار فيه فتحة صغيرة جدا، الفتحة دي بالكاد تكفي الطائر يعدي منها، لكنها صغيرة لدرجة إنه قليل جدا من الحيوانات المفترسة اللي يقدروا يدخلوها. وبكده الأم الطائر تقدر تهتم ببيضها وصغارها في أمان تام. نرجع تاني بقى لعالم الحشرات، المرة دي مع النمل الحاصد. النمل الحاصد الهندي عنده هوس بالمتاهات، تلاقيهم بيبنوا تلال من الطين حوالين مداخل أعشاشهم ومرتبة في دوائر كده ورا بعض بشكل متناسق جدا. الجدران اللي عاملينها فيها فتحات صغيرة تخلي الشكل من فوق كأنه متاهة معقدة، اللي العلماء شايفينه إن الجدران دي بتشتغل كحماية تحميهم من المفترسات ومن مية المطر كمان اللي ممكن تغرق العش كله. وده منطقي جدا لأن المداخل دي غالبا عبارة عن فتحات كبيرة في الطين اليابس، ومن غير التحصين ده أي حشرة أكبر أو حتى فار ممكن يقتحم العش أو المطر يغرقه كله كمان. المدينة السرية دي كلها موجودة تحت الأرض في الهند. المرة دي عندنا اتنين، نملة النساج الأسترالية وسوسة لف الأوراق. السوسة موطنها الأصلي فلوريدا وعندها حركة فنية جدا، تقص الورقة من النص بملقطها وتلفها حوالين نفسها لحد ما تبني بيت شكله بالظبط زي سندوتش الشاورما السوري. الأنثى من السوسة دي بتسيب بيضة أو اتنين جوه اللفة دي وتفضل واقفة تحرسهم من أي خطر. أما نملة النساج الأسترالية فبتحب تعيش في الأشجار، بس زي باقي الأنواع عايشين حياة منظمة، في نمل للبناء ونمل للحراسة. اللهم صل على النبي. بيعملوا العش عن طريق ثني الورقة وربطه ببعض عن طريق خيوط حرارية بيفرزها النمل الصغير، ولأن الورقة أكبر من حجمهم بكتير لازم مجموعة كبيرة يتعاونوا مع بعض علشان يقدروا يلفوا الورقة ويلزقوها كويس. مجهود خرافي صح؟ والنتيجة أعشاش ممكن تبقى من ورقة واحدة لحد مجموعة أوراق متصلة طولها يوصل لنص متر تقريبا. أنت متخيل؟ وده بيوضح قد إيه عندهم قوة وبراعة ويخليهم يستحقوا مكانهم المميز في قائمتنا النهاردة. عقرب الرمال الصحراوي، المخلوق ده بيعيش في صحاري أمريكا الشمالية اللي الحرارة فيها بالنهار ممكن توصل ل 120 فهرنايت. العقرب الصحراوي لونه شبه لون الرملة وده بيساعده يستخبى من المفترسات وكمان يتسلل للفريسة من غير ما تحس. أكله الأساسي حشرات، عناكب وأحيانا سحالي صغيرة أو قوارض، بس المدهش فعلا مش في أكله إنما بيته. أول ما يلاقي المكان الصح يبدأ يحفر في الأرض ويزق الرمل لبره لحد ما يعمل جحر حلزوني غريب الشكل. الجحر ده مش مجرد بيت، دي متاهة متعرجة بتلخبط أي مفترس وممكن تساعده يهرب بسهولة. وفوق كده كمان الشكل الحلزوني للجحر بيسمح للهواء السخن إنه يطلع من المدخل وده بيقلل حرارة المكان زي تكييف هواء طبيعي بس من تصميم عقربي. كمان فكرة العيش تحت الأرض بتخلي العقرب يحتفظ بالرطوبة ويلاقي مية بسهولة في أرض جافة زي الصحراء ديت. ودلوقتي هقول لكم على شوية مهندسين قريبين مننا لكن ما نعرفش إنهم بالجمال والهندسة دي. أولهم النحل العسل،
النحل بيبني بيوته من الشمع اللي بيطلعه من غدد خاصة في جسمهم، وبغرائز طبيعية مدهشة بينظموا خلايا سداسية دقيقة جدا. بعضها بيسيبوه مفتوح علشان الصغار، والبعض الآخر بيتقفل لتخزين العسل وحبوب اللقاح. المثير إن شمع العسل نفسه مرن كده ولزج، وبيتحرك ببطء حتى لو مش باين لعينك المجردة. وزي ما اتكلمنا عن النحل، مش هننسى الدبابير الورقية، مع إنهم مشهورين كأقارب شريرين للنحل، بس مهارتهم في البناء ما تقلش عبقرية عن النحل. الدبابير بقى بتقص الأوراق وتنضخها وتخلطها باللعاب بتاعها فتعمل مادة أشبه بالورق. أعشاشهم شكلها شبه الكرتون فعلا، وساعات بيستخدموا ورق ملون من اللي البشر بيرموه علشان يبنوا بيه. وتعالوا بقى نروح لقاع البحر. الغواصين زمان كانوا محتارين في دوائر مزخرفة على رمل البحر شكلها زي دوائر المحاصيل في الحقول، لكن المفاجأة إن اللي بيعملها هو ذكر السمكة المنتفخة اليابانية. بيرسم الدوائر دي بمنتهى الدقة علشان يبهر الأنثى، ولو عجبتها تيجي وتسيب البيض بتاعها في نص التصميم، كأننا قدام لوحة فنية تحت المية. بس الفنان هنا مش إنسان، دي سمكة صغيرة عندها هندسة بالفطرة. سبحان الله. رقم واحد بقى واللي كلنا مستنيينه، الطابعات الثلاثية الأبعاد الطبيعية. تعرفوا مين؟ الإسفنجيات، مجموعة من الحشرات اللي ليهم أجنحة شبه شبك، وممكن نعتبرهم من أذكى المهندسين المعماريين في الطبيعة. اليرقات بتاعتهم بتبني بيوت صغيرة، كل بيت فيهم شبه شرنقة شخصية كده، مكونة من طبقتين، شبكة خارجية شكلها في منتهى الجمال وجدار داخلي قوي جدا. اليرقة بقى تعمل إيه؟ تمسك في سطح صلب وتبدأ تنتج خطوط حرير شبه سايلة، ولما تلمس الهواء تتجمد على طول وتتحول لشبكة معقدة. الموضوع دوت بيتنقل من جيل لجيل، فن طبيعي متوارث، وفي كل مرة الشرنقة دي بتتكون زي قبة حوالين اليرقة الصغيرة، وانت بتتفرج عليهم وهم بيبنوا تحس كأنك بتشوف طبعة ثلاثية الأبعاد شغالة قدامك. الأغرب كمان إن اليرقة مش بس بتمسك، دي كمان بتدعم الشبكة بتاعتها بخطوط متقاطعة زي أعمدة خرسانية صغيرة تربط ما بين القبة الشبكية وما بين الشرنقة الصلبة اللي جوه. والأعجب إن في أقارب ليهم يرقات فراشة اسمها اللي قدامكم على الشاشة، بتعمل نفس الفكرة تقريبا، بس بيوت الشرنقة بتاعتها بتتعلق من تحت الورق الأخضر في الغابة. الفكرة العبقرية هنا إن الورقة من فوق والشبكة الحرارية من تحت بيعملوا حماية مزدوجة من المطر علشان اليرقة الصغيرة اللي جوه الشرنقة تفضل آمنة وجافة. مين اللي علم دول كده بالله عليك؟ وبكده نكون وصلنا لآخر قائمتنا. بس السؤال بقى، إيه أغرب بناء شفته في عالم الحيوان النهاردة؟ اكتب لي رأيك في الكومنتات تحت، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك، ولو أول مرة تزورني ما تنساش تعمل اشتراك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. أشوفكم الحلقة اللي جاية إن شاء الله. سلام.